مع بيبرس اكاديمي هنتعلم حاجه جديده النهارده. يلا بينا. معادله سويتش من المعادلات الجميله جدا الموجوده في الباور بي اي. استخدمناها قبل كده سوا في الاعلام لما احنا جبنا رابط العلم. لو انتوا فاكرين معايا لما جبنا رابط العلم لكل دوله، قلنا لما يشوف اسم الدوله يحط ايه رابط العلم. النهارده هنستخدمها بشكل تاني كده مختلف. ركز معايا. احنا معانا جدول زي ده كده ومحتاجين نحدد الارقام اللي جواه ليه ان هو يحدد لي من خلال سويتش شوية الارقام دي اذا كانت لو ولا ميديوم ولا هاي بالنسبة للارقام اللي موجودة عندي. فانا كل الحكاية هعمل نيو كولوم واكتب هنا الطيب مثلا، واجي هنا كده واقول له سويتش، اكتب هنا ترو. ان لو الكلام ده مظبوط هيعمل ايه؟ احنا محتاجين نجيب التوتال سيلز ونقول له ان ده لو اصغر من او بيساوي الالف مثلا يكتب لي لو. هنكرر نفس الشرط بس برقم تاني وبنتيجة تانية. ناخد ده كوبي، نقول له لو هو شايف بقى اللي هو مثلا اصغر من 2000 يدينا ام اي دي. والشرط التالت لو ملقاش الكلام ده كله يدينا هاي. بس كده انا كده خلصت معادلة السويتش. مجرد ما اقفل المعادلة ونسحب المعادلة اللي احنا عملناها حطيناها هنا معانا، هنلاقي الترتيب معانا زي ما انت شايف كده ان من لحد الاقل من 1000 خد اللو، اللي اعلى من الألف لحد 2000 خد الام اي دي، واللي فوق كده خد الهاي. نقدر نعمل بيها حاجة تانية، ممكن نستخدمها في التواريخ كمان. يعني نقدر نعمل كولوم جديد نستخدمها مثلا ان ده نجيب الكوارتر اللي موجود بتاع التاريخ، نختار سويتش ونقول ترو الكلام ده لو مظبوط. اول حاجة هنقول له المانث، معادلة مانث للتاريخ اللي موجود في السيلز لو أصغر من أو بتساوي 3، خليه لي ده كوارتر 1. ناخد نفس الشرط والنتيجة نكررها، نعدل بس دي اللي تبقى أصغر من 6، يبقى ده الربع التاني. نكررها تاني تبقى أصغر من 9، ده الربع التالت. ولو ملقتش التلاتة دول خليه الرابع ونقفل المعادلة. لو جينا سحبنا المعادلة دي حطيناها هنا، هتلاقيه محدد لي حسب التواريخ اللي موجودة عندي إذا كان ده الربع الأولاني ولا الربع التاني ولا الربع التالت. معادلة جميلة جدا وبسيطة جدا بس هتنفعنا كتير. وبس كده.